عندك بالفترة اللي استلم بها اياد علاوي اللي هي من شهر 6 2004 الى شهر 4 2005 احنا راح من عندنا 12070 شهيد. بالفترة اللي استلم بها الجعفري اللي هي من شهر 4 2005 الى شهر 5 2006 راح لنا 18898 شهيد. بالفترة اللي استلم بها المالكي اللي هي من شهر 5 2006 لشهر 9 2014 راح لنا 101184 شهيد. 101000. بالفترة اللي استلم بها العبادي إلى اليوم راح لنا 30729 شهيد. أقل شهر انطينا به شهداء كان شهر 12 2010 راح لنا به 218 شهيد. وأكثر شهر انطينا به شهداء شهر 6 2014 الشهر اللي دخلت به داعش للموصل انطينا به 4083 شهيد. 4083. إذا تتخيلهم راح تشوفهم مسيرة كلش طويل مال بشر. بهذا الشهر صارت مجزرة سبايكر اللي نسيناها 1700 واحد نسيناهم. 1700 شهيد ما حاسبنا المسؤول عنها لحد هاي اللحظة. أرقام 1700 4000 101 ألف تسمعون هسه أرقام، بس كل واحد من هالأرقام هو أحلام وطموح وأمل ومستقبل وخوف وحب وسعادة وحزن. بل وكانت مجتمع كامل، عائلة وأصدقاء ومعارف وشغل وعركة وصلح وضحكة ودمعة وريوك بالعيد وحنة العرس. هذول كانوا ويانا وعايشين بنصنا، بيهم المهندس والطيار والجندي والشرطي والخلفة والطبيب وسائق التاكسي وأبو المحل. وراحوا. لما تصل بهذا الرقم اللي راح من عندنا، احنا ليش بهالقد ضحينا؟ حتى شنو؟ المن العراق ايش كم 250 ألف شهيد بيه. زين القتلة ما ضاجوا، ما تعبوا، بدا يشوفون تلفزيون يشوفون دموع الامهات. زين ايش راح نسوي بالمستقبل؟ وليش 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 وشلون؟ بس هي شغله واحده، اذا اليوم شهداء الكراده اللي قوا من يشعل لهم شموع، يجوز احنا ما نلقى احد يشعل لنا ولا حتى يدفننا اذا ظلينا بهذا الوضع.